الشعب الجزائري، نشكر السلطات، نشكر الشعب، نشكر الامن. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر اخويا. فيها رجاله، فيها رجاله، فيها رجاله، امه كامله تدعي لنا، امه كامله. الحمد لله ماناش وحدنا، معنا شعب كامل تاع الجزائر. راح هذه فهمت الطفيل اللي رحنا تقريبا منذ شهر كامل وحنا قلوبنا على جمر، والحمد لله ربي استجاب الدعوه تاع كما تقول تاع الشعب القسنطيني كامل والشعب الجزائري كامل. نشكروا الشعب القسنطيني وما بين السلطات اللي راهي خدمتها مع الصحافه، مع الصحافه المكتوبه المرئيه. حنا نستناو في الخبر، نستناو في الطفيله باسكو هنايا في المديريه الولائيه تاع الشرطه في الامن، وحنا نستناو فيه بالفرح والسرور. انا الخبر باللي الحمد لله يا ربي جانا الخبر باللي الطفيل في التلفزيون راه لقيناه. جينا طول لنا الدار الكبيره منين يسكن الطفيل، علمنا باللي الطفيل لو لقيناه تسلقنا الى الامن، مصالح الامن. رحنا الحق واحد نص ساعه لقيناهم جابوا الطفيل. ونشكر الشعب الجزائري اللي عاوننا بزاف والدعاة الامهات. واش راح نقول لكم، سيدنا يوسف عليه السلام هو عزيز مصر، ليت اليوم راهو عزيز قسنطينه. الحمد لله يا رب العالمين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بارك الله فيك. مساء الخير مشاهدينا الكرام، نحن نتواجد حاليا أمام منزل الطفل الرضيع الملائكة المختطف ليث كاوا. نحن الآن نرصد لكم أجواء من الفرحة والابتهاج، وتتعالى فيها الزغاريد وتطلق فيها طلقات البارود ابتهاجا بعودة الرضيع. لكن نحن نترقب ونترصد عودته بعد لحظات. أين ينتظر كل مواطنو ولاية قسنطينة وأهل هذا الطفل الرضيع، وأيضا مواطنون قدموا من ولايات مجاورة ويتوافدون لحظات بعد لحظات. في الحقيقة تم العثور عليه بعد تحريات عميقة أجرتها مصالح أمن قسنطينة بالتنسيق مع مصالح أمن ولاية كيكدا. أيضا يتم حاليا إجراء الفحوصات اللازمة على مستوى مستشفى الجامعي بقسنطينة، أين تم خضعه لكشف بالأديان. وأيضا يمكن القول بأن العثور على الطفل تقف وراءه يعني أطراف عديدة، لكنه سيتم الفصل فيها. في الحقيقة مصالح أمن قسنطينة لم تجزم ولم تعطي أي معلومات ولم تسرب أي معلومات للتحفظ عن هذه القضية حتى يعود الطفل ليث سالما معافى إلى عائلته. وفي الحقيقة كل الأعصاب على أشدها، وفي الحقيقة كل الأنظار متوجهة لصوب الشارع الذي سيدخل منه الطفل الرضيع. في الحقيقة أجواء لا يمكن وصفها، وسنوافيكم بتفاصيل أخرى في مواعيدنا اللاحقة إن شاء الله. معكم توفيق عمري من ولاية قسنطينة إلى قناة الداير تي في. بسم الله الرحمن الرحيم. تنفيذا للتعليمات التي أسداها معالي السيد وزير العدل حافظ الأختام للنيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة، فقد تم تكثيف الأبحاث والتحريات من طرف الضبطية القضائية التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني قصد إيجاد الطفل الرضيع المختطف كاوا ليث محفوظ، وذلك بالتنسيق والإشراف المباشر للنيابة العامة لدى مجلس قضاء قسنطينة. وأن معالي السيد وزير العدل حافظ الأختام يتابع عن كثب واهتمام بالغ التحقيقات الأولية المتوصل لها، وبناء على معلومات وردت إلى نيابة الجمهورية بقسنطينة مفادها تواجد الطفل الرضيع المختطف بمدينة مجاورة لولاية قسنطينة. وبعد التأكد من صحة وصدقية المعلومة، فقد أمرت النيابة الجمهورية الشرطة القضائية بتمديد الاختصاص للانتقال وتفتيش المسكن المشتبه به. وقد كللت العملية بالعثور على الطفل الرضيع كاوا ليث محفوظ بداخل السكن المذكور، وقد تم استرجاعه إلى ولاية قسنطينة وتعرف عليه والديه،
وتم إخضاعه إلى كل الفحوص الطبية بصفة احترازية. وقد تم توقيف بعض المتورطين في هذه العملية، وأن التحقيق الابتدائي متواصل بكل حزم وجدية تحت الإشراف المباشر للنيابة، قصد توقيف كل من ساهم أو شارك أو تواطأ بصفة مباشرة أو غير مباشرة لينال جزاءه وعقابه من طرف العدالة طبقا للقانون. إن الوصول إلى هذه النتيجة ما كان ليتم لولا التعليمات الصارمة لمعالي السيد وزير العدل حافظ الأختام، وتضافر جهود الجميع من نيابة وضبطية قضائية التابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني، الذين استغلوا كل المعلومات المتوافرة بكل جدية، وسهل عملهم وكلل عملهم بالنجاح، وأدخلوا بذلك الفرحة والبهجة على أهل الضحية ولا سيما والديه، وشكرا.